في الواقع اللي شفناه حاجة من مليون حاجة من الغابة. يعني إمكانيات الإنسان في المعرفة محدودة، وإمكانيات الكاميرا في إنها تصور وتلقط، وإمكانيات العالم في إنه يتقصى الحقائق. اللي بنشوفه واحد من 1000 حاجة مش شايفينها. ومع كده في كل ورقة شجر، وفي كل ثمرة، وفي كل وردة، وفي كل زهرة، وفي كل خلية حية، الواحد بيحس بتدبير المدبر، بحكمة الحكيم. يحس بالرسام اللي رسم، والمبتكر اللي ابتكر، والخالق اللي خلق، وبيحس بأن النبات نفسه مزود بأسباب لنشر نوعه، أسباب يعني فيها من الحيل والتشكيل والعمق والإحاطة شكل مش ممكن النبات بنفسه هيعمل كده. مش ممكن هيقعد يفكر ويصمم ويقول أنا والله النهاردة هابتكر طريقة أن أهز راسي كده يمين وشمال فأنشر البذور. مش ممكن، النبات ملوش عقل. إنما ده كله ملوش تفسير إلا إن في عقل كلي محيط، هو اللي خلق الكون، وهو اللي تعهده، وهو اللي ما زال يتعهده. بنشوف الزرع وما بنشوفش الزارع، من غير فلاح، ومن غير ترمبة، ومن غير شادوف، ومن غير ساقية، زي ما لقينا الغابة طلعت كلها ملايين ملايين الأشجار واتزرعت. ودي في الواقع الواحد لما بيتأمل بنلاقي ان مين الفعال. الفعال الحقيقي هو الخالق، هو الفاعل. الطبيب اللي بيوصف دواء وبيكتب روشتة الحقيقي هو مجرد سبب، انما اللي بيداوي هو الخالق. لان مين اللي ادى العلم ووفر العقاقير ووفر الاعشاب الطبية ووفر العلاجات تحت ايد الطبيب؟ ما هو الخالق برضه. يعني لكل مرض موجود فيه دواء، في عشب موجود جنبه برضه. وربنا اللي بيدينا العقل وبيدينا الوسائل وبيدينا المشرط اللي في ايدنا نفتح البطن وبنداوي وبنتصور ان احنا داوينا، لكن ابدا الفعال الحقيقي هو الخالق، واحنا مجرد اداة وسيلة. شفنا الحكاية دي في الغابة، شفنا ازاي زرع بدون زارع، وشفنا ان الزارع الحقيقي هي الايد الخفية اللي ورا كل شجرة وورا كل ثمرة وورا كل بذرة، واللي وفرت لكل الكائنات الصغيرة دي وسائل انتشارها. نشوف أجمل وأعجب فيلم عن البذرة اللي بتغرس نفسها وتفحت لنفسها في الأرض، البذرة اللي مزودة بمغراس ومتآب. اللي هيفوتوا الفيلم ده يبقى فاته نص عمره تمام. هنا هنشوف منظر غريب جدا. البذرة اللي هي تحت السودة دي مزودة برافعة، اللي هو الساق الغريب. شوف هتنفصل ازاي، وبعد ما تنفصل هيحصل لها ايه. بيجي نتيجة انها جفت ونشفت واستوت، يجي لها الانسلاخ الشديد ده، هتقع على الارض نتيجة الحر والبرد والرطوبة والجفاف. شوف بيحصل لها ايه، حركة مستمرة. تأملوا المعجزة اللي هتحصل في البذرة دي. يتكون لها شكل بريمي. شوفوا البريمة، كل بذرة بقت لها بريمة فوقها، والبريمة لها رفعة في الجنب. كل ده بيحصل تلقائي. هنستنى نشوف بقى ايه هيحصل نتيجة التعاقب، الحر والبرد والهواء والريح. شوف الحركة الدودية المستمرة. كل دي تلقائيات محسوبة، لأن هي الحركة هنا لها هدف واضح جدا. البذرة بتحاول تفحت لنفسها بنفسها في الأرض، واللي خلقها تعهدها. شوف أخيرا لقت الوسيلة، ركنت الرفعة على ساق جنبها. شوف الحركة بقى بتحصل ازاي، منظر غريب حقيقة. كل ده يتم تلقائي في صمت. يا سلام، البذرة من نفسها بتغرس لنفسها في الأرض. هيأ لها الخالق مسمار بريمي غريب بيتحرك برفعة دقيقة. ده ميكانيكا، ده أرقى درجة من علم ميكانيكا الروافع. يعني ازاي تبقى حركة دائرية وفي نفس الوقت حركة حافرة في الأرض بالشكل ده،
بنقول ايه؟ بنقول النبات زرع نفسه ولا اللي خلقه؟ هنا اصبع الخالق موجود، هنا اصبع الخالق ويده، يده الخفية، وعشان كده بنسميه اللطيف الخفي، الفعال الحقيقي. فعلا كل ما بتأمل الصورة اللي شفتوها دي بحس فعلا بيد الخالق. تباركت يد الله أحسن الخالقين.